انا مش هستخدم سان بلوك عشان بيطلع لي حبوب. الكلمه دي انا بسمعها كتير جدا جدا من اغلب البنات. في الفيديو ده هعرفك ليه ممكن يطلع لك حبوب من السان بلوك. معاكم دكتوره ياسمين سعيد، كلينيكال فارماسيست. اول حاجه ان انت ممكن تكوني بتستخدمي سان بلوك مش مناسب لنوع بشرتك، او حاجه كمان ان انت ما بتشيليش السان بلوك في اخر اليوم بطريقه مناسبه. على حسب نوع بشرتك، على حسب ما هتجيبي نوع السان بلوك بتاعك. يعني لو بشرتك دهنيه او بشرتك مختلطه مائله الى دهنيه، تستخدمي السان بلوك اللي تركيبته جل او تركيبته فلويد عشان يمتص اسرع وما يتراكمش على المسام ويسبب لك حبوب. طيب يا دكتور لو انا بشرتي جافه، اقول لك الجافه تستخدمي التركيبه كريم. ليه؟ عشان انت كبشره جافه محتاجه ترطيب بجانب الحمايه بتاعه الصن بلوك. طيب لو انت بشرتك حساسه، في انواع من الصن بلوك مناسبه للبشره الحساسه. ولو انت بشرتك عاديه، ملائم ليكي ان انت تستخدمي اي نوع صن بلوك يريحك وتستخدميه ما يسببلكيش اي مشكله. تاني حاجه، ما ينفعش ابدا تنامي بالصن بلوك او تغسلي الصن بلوك بميه بس، لانك كده ما شلتيش الصن بلوك من المسام، وكده هيبقى في طبقه على طبقه على المسام وهيتكون حبوب. الافضل بقى ان انت تتعاملي مع الصن بلوك كانه كريم اساس بالظبط. تشيليه في الاول بمزيل مكياج، وخصوصا الصن بلوك اللي مكتوب عليه تنتد، يعني الصن بلوك اللي بيديكي لون. وبعد كده تستخدمي غسول عادي جدا. وفي بعض الغسولات بيبقى فيها الايفكت او الفعاليه بتاعه مزيل المكياج. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش تعمل فولو للبيج عشان يوصلك كل جديد.